لو قلتلك إن في مدرسة مش في المنهج ولا في الخريطة، لكن كل اللي دخلها ساب جزء من روحه جواها. مدرسة في حضن جبل، تحت الأرض فيها كنوز، وفي جواها حاجات مش بشر. أنا كنت هناك زمان قبل ما الحكومة تخيم على المكان وتقفل الملف للأبد. دي قصة مدرسة المسخوطة المهجورة. أنا اسمي أحمد، من سكان المنطقة دي من وأنا صغير. كان عندي صحابي 2، هيثم وياسر. إحنا ال3 كنا في نفس المدرسة، مدرسة المسخوطة. مدرستنا كانت في منطقة غريبة، قدامها جبل، مش جبل عادي. الجبل ده كان ليه اسم في المنطقة، جبل المسخوطة. والمدرسة اللي قدامه محدش كان بيقول اسمها الحقيقي، الكل كان بيقولها مدرسة المسخوطة. أنا وهيثم وياسر كنا بنروح المدرسة كل يوم ونعدي جنب الجبل ده. في الأول ما كناش ناخد بالنا، بس مع الوقت بدأنا نسمع حكايات من الأهالي، حكايات عن ناس تحت الأرض، عن دهب، عن أقزام، عن حاجات مش منطقية. أنا كنت اللي دايما بقول كلام عيال، هيثم كان اللي دايما بيخاف وما كانش عايز يقرب، وياسر كان اللي دايما عايز يدخل، عايز يشوف بعينه. أنا كنت في الصف السادس ابتدائي، السنة اللي قبل ما المدرسة تقفل. في يوم كنا في الفسحة أنا وهيثم وياسر. هيثم كان خايف زي العادة، وياسر كان بيجرنا عشان نشوف الفتحات اللي جنب سور المدرسة. أنا كنت واقف في النص بحاول أهديهم. المهم أنا مشيت شوية لوحدي جنب السور الخلفي، وفجأة لقيت فتحة كبيرة في الأرض. ما شفتش الفتحة دي قبل كده، كانت واسعة سودة، مفيش نور يوصل لجواها. أنا قربت وحطيت رجلي على الحافة عشان أشوف جوه. اللي شفته خلاني أجرى من غير ما أقول لأصحابي. تحت الأرض كان في عيون، مش عيون حيوان ولا عيون إنسان، كانت عيون حمراء صغيرة كتير بتلمع في الضلمة. أنا معرفش كانت كام، بس كانت كتير. وقفت ثواني، حسيت إن الحاجات دي شايفاني وعارفة إني شايفها. جرينا أنا وهيثم وياسر من غير ما أقول لهم أنا شفت إيه. بعد كده أنا ما كانش عندي شجاعة أقول لأهلي ولا لأصحابي، بس أنا عرفت إن الحكايات مش كلام عيال. هيثم كان أخويا من أمي، وبيتنا كان قريب من المدرسة. في اليوم اللي قررت فيه الحكومة تخيم عند الجبل، هيثم كان لسه في المدرسة. الكل راح، بس هو رجع عشان جزمته نسيها في الفصل. الفصل كان في الدور الأرضي قريب من سور المدرسة الخلفي. هيثم دخل لقى المدرسة فاضية والحراس مش واخدين بالهم. جاب الجزمة وكان هيمشي، بس سمع صوت واطي كأنه همس جاي من تحت الأرض. مش همس عادي، لأ، كان كأن ناس كتير بتتكلم في نفس الوقت بس بصوت واحد. هيثم قال لي بعد كده إنه قاعد يسمع مش عارف يتحرك. الهمس كان بيقول كلام هو مش فاكره، بس فاكر إنه بيحس إن الكلام ده له علاقة بيه. لحد ما حد جه من وراه وضرب على كتفه. كان واحد من العساكر اللي نازلين مع الحكومة. قال له: أنت بتعمل إيه هنا؟ امشي بسرعة. هيثم مشي، بس هو ماشي بص وراه، شاف الفتحة اللي جنب السور مفتوحة ومن جواها نور أحمر طالع ونازل. من اليوم ده هيثم بقى يخاف من الضلمة، وأي همس كان يخليه يقف مكانه مش عارف يتحرك. ياسر كان أكتر واحد فينا جرأة، يمكن جرأته دي اللي دمرته. في الليلة اللي الحكومة مشيت فيها، ياسر قال لي وهو ماسك في إيده حاجة: شوف جبت إيه من تحت. أنا بصيت لقيت عنده تمثال صغير، شكله غريب، مش فرعوني، مش أي حاجة أنا شفتها قبل كده. كان من حجر أسود وله عيون حمرة، مش مرسومة، لأ، كانت مطلعة من الحجر زي الجوهر. أنا قلت له: أنت جبت ده منين؟ ياسر ضحك وقال: أنا دخلت الفتحة الكبيرة أول ما الحكومة مشيت. أنا اتصدمت، قلت له: أنت مجنون؟ قال: أنا نزلت شوية ولقيت الحاجة دي على الأرض، مسكتها وجريت. من اليوم ده ياسر بقى بيتغير. في الأول كان عادي، بعد كده بقى يصحى بالليل ويقول لأمه: أنا لازم انزل. كان ينام ساعات طويلة ويصحى وهو مش فاكر حاجة. آخر مرة شفته فيها كان واقف قدام بيته وباصص للجبل. قال لي: أنا عارف إنهم هيرجعوا لي،
عشان آخد التمثال. أنا قلت له ارميه، ارمي الحاجة دي. بصلي وقال مين قالك إني لسه معايا؟ هو اللي خدها. ياسر بعد أسبوع اختفى، مش لاقينه لا في البيت ولا في المنطقة. الناس قالت سافر، قالت شغله، بس أنا عارف إنه راح تحت. أنا عارف إن الحاجة اللي جابها هي اللي جاتت له. الموضوع كبر، قوي كبر. الناس في المنطقة بدأت تخاف، الأهالي منعوا ولادهم يقربوا من الجبل، المدرسة نفسها بدأت تقفل أبوابها بدري. وفي يوم فوجئنا بوجود جيش ولجنة من الآثار نازلين عند الجبل، نصبوا خيوم، حطوا أسوار، ومنعوا أي حد يقرب. فضلوا هناك أسابيع، يمكن شهور، محدش كان يعرف هم بيعملوا إيه بالظبط. الكل كان بيتفرج من بعيد، كانوا بيخشوا الفتحات ويطلعوا وبيرجعوا تاني. في بعض الليالي كنا بنشوف أنوار غريبة طالعة من تحت الأرض، وأوقات كنا بنسمع أصوات مش أصوات بشر، حاجة تانية. مرة واحدة من البنات كانت قريبة من السور، قالت إنها شافت حاجة طالعة من الفتحة الكبيرة، مش عارفة توصفها. قالت شكلها مش آدمي، بس كان ليه عيون وبيتلصق في الأرض. من اليوم ده محدش من الطلبة قرب من السور تاني. في يوم الحكومة فجأة سابت المكان، شالوا الخيون وراحوا وسابوا الفتحات مفتوحة. الكل استغرب، الكل سأل، محدش جاوب. أنا كنت في أولى إعدادي، بس فاكر الليلة اللي بعد ما مشيوا. صحيت نص الليل، حسيت إن الدنيا ساكنة، ساكنة قوي، مفيش كلاب بتعوي، مفيش أصوات عربيات، ولا حتى صوت الريح. طلعت أشوف من الشباك، شفت الجبل واقف زي ما هو، لكن حوالين الفتحات كان في ظل بيتمدد ويرجع ويتمدد تاني. مش عارفة أشرحه، بس كان كأن الأرض بتتنفس. تاني يوم رحت المدرسة، لقيت الفتحات كلها اختفت، مش سدوها، لأ، اختفت خالص، كأنها ما كانتش موجودة. المدرسة قفلت بعدها بشهر، قالوا إنها غير صالحة للدراسة، بس إحنا كنا عارفين إنهم سابوا المكان مش عشان ما بقتش صالحة، سابوه عشان محدش قدر يفضيها. أنا دلوقتي عندي 35 سنة، هيثم سافر برا مصر ولسه بيخاف من الضلمة. ياسر لسه مختفي من ساعتها. أنا كل سنة بروح المنطقة أقف قدام المدرسة المهجورة. الفتحات اختفت زي ما اختفت، بس في الليالي اللي الدنيا تسكن بحس إن الأرض لسه بتتنفس، وإن تحت لسه في حد. أنا عارف إني مش هلاقي ياسر، بس ساعات بفكر لو كنت دخلت معاه ساعتها كنت هلاقي إيه؟ ولا كنت هلاقي حاجة تخلي الناس تسمع صوتي وتقول أحمد راح تحت برده؟ اللي عنده معلومة عن المدرسة دي أو عن حد من اللي كانوا هناك يكتب في الكومنت. وأسألك سؤال، لو كنت مكان ياسر كنت هتنزل تحت الأرض؟ ولا كنت هتخاف زي هيثم؟ ولا كنت هتتفرج زي أنا؟ اكتب رأيك، ولو عاوز تعرف تفاصيل أكتر عن اللي شفته تحت الأرض قول لي كمل، عشان الحكاية لسه فيها حاجات محدش قالها قبل كده.